جماهير ليفربول بتعيش أحداث حزينة النهاردة بعد خسارة كأس السوبر الإنجليزي على إيد كريستيال بالاس. أهلا وسهلا بكم في قناة صوت الملعب. النهاردة ليفربول كان بيلعب كريستيال بالاس في نهائي كأس السوبر الإنجليزي. الماتش كان ماشي كويس وحلو لحد الدقيقة 80 كانت الناس بتحتفل وبتهني بعضيها إن ليفربول خلاص كسب، لأنه كان بالفعل 2-1 2-1 وإيه كمان 2-1، وكمان هم المستحوذين على المباراة ومسيطرين. كانت نسبة الاستحواذ عالية جدا بالنسبة لليفربول، كانت 65% مقابل 35% لكريستيال بالاس. بس لحد الدقيقة 80 يفاجئ الكل كريستيال بالاس بهدف رائع ويجيب 2-2 ويمشي الماتش سجال هنا وهنا، هجمة هنا وهجمة هنا، لحد ما يوصلوا لضربات الجزاء الترجيحية. وعند ضربات الجزاء بطل المسلسل محمد صلاح يضيع ضربة جزاء، يشوط الكورة بغرابة جدا في الشارع. مع الأسف هو طبعا وارد كله بيضيع، وما فيش لاعب يعني ما بيضيعش ضربات جزاء، بس احنا كنا نتمنى ان ما تجيش الخسارة على ايد برضو النجم محمد صلاح، واحد من ضمن الناس اللي هي ضيعت، لكن وارد اي لاعب بيضيع. ليفربول ضيع 3 ضربات جزاء مقابل 2 جابهم، وكريستيال بالاس ضيع ضربتين جزاء وجاب التلاتة، وتنتهي المباراة 3-2 لكريستيال بالاس في احداث غريبة ومثيرة جدا. الماتش كان رايح خالص ليفربول، بس مع الاسف ليفربول في اخر 10 دقايق كان مع الاسف المفروض مدرب ليفربول كان قفل خطوطه اكتر من كده، خصوصا اللي انت كسبان 2-1 والفريق بتاعك بدأ يتعب لانه عمل مجهود كبير جدا وماتش كبير جدا في الشوط الاول. كنت المفروض تقفل خطوطك اكتر من كده، ما تفتحش، لان في النهاية جه فيك جون وتعادلت وخسرت البطولة. ماتش جون زي ألف خطط مدربين، ومن البداية خالص التشكيل اللي هو كان بيلعب بيه جايز كان كويس جدا في البداية، لكن اعتقد ان هو كان المفروض يغير خطته في الشوط الثاني. الشوط الاول لعب بطريقة 4-2-3-1، طريقة هجومية وكويسة، بس كانت المفروض تغير اسلوب لعبك في الشوط الثاني، خصوصا ان الفريق الثاني بدأ يضغط بكل قوة زي ما احنا قلنا ان دايما في المباريات النهائية جون زي ألف، مفيش حاجة هتبكي عليها. معلش هو ده حال الكورة. النهاردة عندي بكرة عندك، والدنيا بتمشي كده. امبارح كان افراح، النهاردة احزان. هارد لك لليفربول، ونتمنى محمد صلاح يكون افضل من كده ويركز، لانه في المباراة ديت ضيع ضربة جزاء وخد كمان انذار في الماتش. بالتوفيق لليفربول في الايام اللي جاية ولاعبنا المحترم الجميل محمد صلاح. كان معكم هاني محمد من قناة صوت الملعب، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.